طب ما انا كده هتخن. صدقيني يا بنتي انا ماليش نفسي انزل خالص، حتى مش عايزه اعمل اي حاجه، ولا حتى حاسه ان عايزه اكلم حد. عارفه احساس انك بائسه كده في الحياه ومكتئبه على طول؟ انا احيانا بحس ان انا بقوم اعمل كوبايه الشاي بالعافيه. ليه يا بنتي بس؟ فين دعاء اللي كانت كلها نشاط وحيويه؟ ده احنا كلنا كنا بناخد الطاقه الايجابيه منك. ايه اللي جرالك؟ نشاط وحيويه ايه يا بنتي؟ انا حرفيا فقدت الشغف في كل حاجه في الحياه، حتى الحاجات اللي كنت بحبها. طول الوقت حاسه ان عندي صعوبه في التركيز. عارفه ما تحس ان الدنيا كلها على بعضها كده ملهاش معنى ولا ليها قيمه. انا حتى بقيت اعيط على حاجات ملهاش اي مبرر، وبعيط من غير سبب. انا بصراحه شايفه ان طالما ولا انا ولا انت قادرين نعرف انت بتعاني من ايه، ان انت تستشيري حد متخصص. مش عيب؟ انت شايفه كده؟ خلاص ماشي، تعالي نروح. حسب الاعراض والهيستوري، انت بتعاني من حاجه اسمها الاضطرابات العاطفيه الموسميه، او اكتئاب الشتاء زي ما كلنا بنقول عليه. وده اللي بيحصل نتيجه تاثر بعض الاشخاص نفسيا او عاطفيا بسبب تغيير فصول السنه. تلاقي الشخص بيشتكي من اعراض اكتئاب وهو داخل على فصل الشتاء، او ان هو فقد شغفه في الحياه، او انه شايف ان الدنيا كلها ما بقاش لها قيمه او معنى، او باقي الاعراض اللي انت بتشتكي منها دلوقتي. وده بسبب تغيير الساعه البيولوجيه من فصل الصيف للشتاء، او بسبب عدم التعرض لاشعه الشمس، واللي بتاثر على اتزان فيتامين د في الجسم. انا انصحك ان انت تسمعي موسيقى مبهجه اكتر، وتخرجي مع اصحابك الفتره الجايه اكتر. اهم حاجه ان انت تتعرضي لاشعه الشمس بشكل كبير. اكتر حاجه عايزاكي تهتمي بيها انك تشاركي في الانشطه التطوعيه، دي اللي هتحسسك ان الحياه بقى ليها قيمه او معنى من تاني. اهم حاجه ان انت ما تستسلميش ابدا لاعراض الاكتئاب، ولو سيطرت عليكي انت لازم ان انت تستشيري حد متخصص.